آخر مستجدات الحرب الدائرة بين الجيش التركي والبكك، والنقطة الملفتة للانتباه في بيان هبكة، تم رصد ارتفاع طفيف في المعارك بين البكك والجيش التركي داخل حدود إقليم كردستان مقارنة بشهر المنصرم، وخصوصا في منطقة أميديا التابعة لمحافظة دهوك، والتي أصبحت بؤرة الصراع والمعارك والفوضى. الجيش التركي يقول بأنه طهر المنطقة من الإرهابيين، بينما تقول البكك منعنا الجيش التركي من التقدم ولو خطوة وأصبح عالقا وما إلى ذلك، وكلا الطرفين لا يقولان الحقيقة. وليس الأمر كما يبدو حسب ظاهره من أن تركيا والبكك تحاربان وتقاتلان بعضهما البعض، بل الحقيقة هي أن القوتين تحاربان إقليم كردستان معا، فتصاعدت حدة الغارات الجوية على أطراف قرى بارتشي وجوهرزي، وتعرض أهالي المنطقة لأضرار كبيرة وخسائر فادحة. ففي قرية جوهرزي فقط تم حرق أكثر من 100 دونم من الأراضي، وتم هدم جدول ماء القرية. فيا ترى أين تقع تلة جودي، تلك المنطقة المزعومة بتصاعد المعارك والاشتباكات فيها؟ أطلقت البكك تسمية تلة جودي على منطقة قرية سيري، وقالت هبكة في بيانها منعنا الجيش التركي من التمركز في تلة جودي، بينما الحقيقة هي أن الجيش التركي احتل قرية سيري وسيطر عليها في أيار العام الماضي. تم تطهير هذه التلة من مقاتلي البكك خلال يومين فقط. تم تدمير كافة المغارات والأنفاق التي كانت البكك قد حفرتها واستخدمتها، وانسحب الجيش التركي من قرية سيري في تشرين الأول. قرية سيري هي إحدى المناطق التي كانت تخضع كليا لنفوذ البكك منذ عام 95، فبعد المؤتمر الخامس للبكك كانت قيادتها المركزية والتي كانت تدعى آنذاك أورجاكا قد اتخذت منها مقرا ومركزا لها، وكان هناك جهاز اتصالات لاسلكي على تلة جودي، لهذا سميت التلة بتلة جودي. بعدها انتقلت القيادة المركزية لضفاف نهر الزاب، معسكر الزاب، وهناك بدأت قصة معسكر الزاب. فالمنطقة التي تزعم البكك أنها لن تسمح للعدو بالتوغل فيها هي المنطقة نفسها التي شهدت انهيار أساطير نظام أنفاق الحرب للبكك، التلة التي كانت المركز الرئيسي لبكك وهبكة طيلة 28 عاما. لم تستطع البكك الدفاع عنها لمدة 28 ساعة. تم تدمير أنفاق البكك ومغاراتها ومواقعها السرية والقضاء عليها بشكل تام، وانسحبت البكك من المنطقة كليا. أما جغرافيا فتلة جودي ليست موقعا استراتيجيا ولا يتمتع بأي أهمية عسكرية مقارنة مع التلال والقمم المحيطة بها. رغم هذا كانت للتلة دلالة معنوية للبكك نظرا لكونها أولى مراكز قيادتها المركزية. فالموقع الاستراتيجي للغاية في المنطقة هي قمة جبل متينة، وهي تخضع حاليا لسيطرة العساكر الأتراك المحتلين. لماذا ازدادت الاشتباكات؟ وهل صحيح أن البكك أعاقت تقدم الجيش التركي؟ منذ فترة بدأ الجيش التركي بالعودة للتلال التي انسحب منها في خريف العام الماضي كقرية سيري أي تلة جودي وقمة لينكي، وتعد هذه التحركات التركية كعملية منطقية جديدة نظرا لوقوع كافة القمم في منطقة نير والريكان تحت سيطرة الأتراك المحتلين. تم احتلال عموم المنطقة ابتداء من نقطة الصفر في بلدة شالي ووصولا إلى المناطق الجبلية المطلة على آميدي وشلة زيب. تمركز الأتراك في الخط الواقعي شرقيا نهر الزاب، سيريسينيا، إشكفتا بريندارا، كيريه، هورا، جمجور، ورخل، خالقان، سيدا، وصولا لقمة كوراجار. وتمت السيطرة كذلك على خط غربي الزاب وصولا لمشارف آميدي. يتم بناء الطرق والجسور في المنطقة من قبل الدولة التركية. يتم السيطرة على تلال غير الاستراتيجي عسكريا من قبل الجيش التركي في عمليات شبه يومية. فالأخبار المتواصلة لوسائل إعلام البكك والتي تزعم أنها أعاقت تقدم الجيش التركي بعيدة عن الحقيقة وعارية منها، ولم توثق أي مصادر محلية لغاية اليوم ادعاءات البكك هذه. ومن الواضح أن الهدف من وراء صناعة مثل هذه الأخبار هو إشعال روح الحماس لدى جماهيرها بخصوص الحرب. أما بخصوص الحرب أدلت هبكة ببيان قالت فيه قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني تشارك في العملية العسكرية في خواكوك ومتينة. فمنذ سنوات وكلما واجهت البكك مشاكل وتحديات قامت باستهداف الديمقراطي الكردستاني واتهمته بالوقوف وراء انتكاساتها وهزائمها المتكررة. وكانت تصريحات أحد أعضاء المركز الإعلامي لهبكة كورتاي سرحت لقناة البكك ماديا نيوز
ملفتة للانتباه للغاية. قال كورتاي: على الديمقراطي الكردستاني أن يوضح موقفه للشعب الكردي، وأضاف بأنه موثق مشاركة الديمقراطي الكردستاني في العملية العسكرية، غير أنه لا الباكك ولا قواتها هبك ولا كوادرهم الإعلاميين لم يوضحوا يوما في أي منطقة شارك بشمركة كردستان في هذه العملية المزعومة. يطلقون اتهامات كاذبة ومضللة وقذرة عارية عن الصحة دون توثيقها ولو لمرة واحدة بأدلة، وذلك لأنها أكاذيب وافتراءات. فبشمركة كردستان لم يشاركوا إطلاقا في أي عملية عسكرية تركية. قوات البشمركة هي القوات النظامية الرسمية لإقليم كردستان، لا حاجة له للقيام بمهام أو ممارسة سرية، بل ليس بإمكانه القيام بأي أعمال سرية في إقليم كردستان حيث العلاقات الاجتماعية. فلو شارك عنصر واحد من بشمركة كردستان في عملية أو كلف بمهمة سرية فعموم العشيرة والأقارب سيكونون على اطلاع به. وعلى الرغم من الأكاذيب التي ترددها الباكك طيلة السنوات حول مشاركة البشمركة في العمليات العسكرية التركية، إلا أنها لم تقدر لغاية اليوم من توثيقها للرأي العام الكردي ولو بدليل. غالبا ما تبدأ العمليات العسكرية التركية الهادفة لاحتلال مناطق جديدة بداية فصل الربيع، لكن لم تطلق أي عملية هذا العام. أما من الناحية التكتيكية والجغرافية ونظرا لموقف الغلبة للجيش التركي فباستطاعته إطلاق عملية جديدة. المنطقة التي استطاعت الباكك الصمود فيها حاليا هي الجبل المطل على قرية بارتشي وجوهرز فقط، وهي ما زالت متمركزة في تلك القمة منذ منتصف التسعينيات. تطلق الباكك تسمية تلة بوهار على تلك القمة، وهي آخر المعاقل التي بقيت تحت سيطرتها من ذيل سلسلة الزاب، أي أن الباكك خسرت عموم المنطقة سوى هذه القمة. ولو سيطرت الدولة التركية على تلك المنطقة فستكون قد أحكمت قبضتها على عموم منطقة الزاب، ولا انتهت ما تسمى بأسطورة الزاب. في الجانب الآخر تتمركز الباكك فقط في جبل جارة ومحيطه من عموم منطقة بهدنان. ولو أرادت الباكك فعلا ألا تتوغل الدولة التركية في تلك المنطقة فبإمكانها تسليم تلك القمم لبشمركة كردستان، لكن بخلاف ذلك تهدد الباكك بأن توجه البشمركة صوب تلك الجبال هي بمثابة إعلان للحرب، بينما من الطبيعي أن تسلمها وعموم المناطق لجيش الاحتلال التركي. عموما الحرب بين القوات المسلحة التركية والباكك هي حرب منسقة مخططة جرت الباكك الجيش التركي إلى المنطقة دون قتال وتسببت باحتلال إقليم كردستان. فمنذ عام 19 وهبت الباكك عموم المناطق الجبلية لإقليم كردستان منطقة تلو الأخرى للجيش التركي. في المقابل لا تسمح لقوات بشمركة كردستان بالتمركز في مناطقهم. تهاجم بشمركة كردستان بينما تغض الطرف عن تقدم الأتراك، ولكن لحسن الحظ بات عموم الشعب الكردستاني يدركون هذه الحقائق ويفهمون هذه اللعبة القذرة والمؤامرة الدنيئة التي أحاكتها الدولة التركية والباكك معا.